أعلى عائد على الاستثمار مع شهاداتنا، حدود ائتمانية مرتفعة لتلبية احتياجاتك داخل مصر وخارج مصر مع البنك العربي الأفريقي. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا جايب لك اقوى شهادات في البنك العربي الافريقي. عاوز تعرف؟ تعالى وانا اقول لك. انا رامي غازي وده اقتصاد 360. ولو اول مرة بتشوفني ما تنساش بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير ان احنا نكمل في محتوى اقوى عصري. تعالوا بينا. النهارده ان شاء الله انا جايب لك اقوى شهادات في البنك العربي الافريقي واقوى بطاقات. الشهادات في الجزء الاول في فيديو النهارده بتنقسم الى شهاده ادخار اميرال ودي مدتها 10 سنوات، والشهاده رقم 2 شهاده الايداع اليوميه ومده الشهاده دي 3 سنوات، والشهاده الثالثه معانا الشهاده الرباعيه ذات عائد تراكمي، والشهاده دي بتدي لك عائد وفايده 100% بس بتديها لك اخر المده. والجزء الثاني في فيديو النهارده جايب لك اقوى 5 بطاقات موجوده كمشتريات واونلاين على الانترنت في البنك العربي الافريقي، زي بطاقه ماستر كارد وورلد إليت، وبطاقه فيزا سيجنتشر، وبطاقه فور يو، وبطاقه بلاتينيوم، وبطاقه تيتانيوم، وغيرها من البطاقات القويه اللي تقدر تستخدمها داخل وخارج مصر والشراء الاونلاين. هنتكلم عن كل بطاقه واهم ما يميز كل بطاقه عن الثانيه علشان بس توقيت الفيديو. تعالوا بينا نعرف اهم شهادات الموجوده حاليا في البنك العربي الافريقي. تعالوا بينا. الشهاده رقم 1 معانا وهي شهاده ادخار اميرال، والشهاده دي مدتها 10 سنوات. شهاده ادخار اميرال، شهادة ادخار إيميلارد من البنك العربي الأفريقي الدولي طبعا، وهي الخيار الأمثل لكن من لا يعرف حدودا لطموحه. مدة الشهادة دي بتوصل لحد 10 سنوات. لو جينا بقى اتكلمنا على مميزات شهادة ادخار إيميرالد، مميزاتها كتيرة جدا. أولا الشهادة ديت مدتها 3 سنوات و10 سنوات، والشهادة دي متغيرة 3 سنوات و10 سنوات تانيين. يعني الشهادة ديت بتصدر لنوعين، 3 سنوات و10 سنوات شهاده ثابته، وبرضه في منها العائد بتاعها متغير، ويمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانيه من خلال الشهاده دي. والحد الادنى لقيمه الشهاده دي 5000 جنيه مصري، ويمكن زياده قيمه الشهاده بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفتها، يعني لما تحب تزود في اي وقت. والشهاده دي للافراد فقط، وامكانيه تجديد الشهاده عند رغبه العميل، ودي ميزه كويسه جدا في بنك العربي الافريقي، على عكس البنوك الحكوميه زي بنك مصر والبنك الاهلي اللي بيجدد الشهاده منه لنفسه حتى من غير يعرفك او حتى يبعت لك رساله على التليفون. ويمكن استرداد قيمه الشهاده دي بعد مرور 6 شهور من قيمه الشهاده. لو شفنا بقى الجدول اللي هو معدل استحقاق الارباح، هنلاقي ان معدل الشهاده لما يكون 3 سنوات وهتاخد العائد شهري هتاخد 18.5%، ولو ربع سنوي يعني كل 3 شهور هتاخد 18.75 من 1000%، ولو نص سنوي يعني كل 6 شهور هتاخد 19%، ولو سنوي هتاخد 19.200 2500 من 1000%، يعني هنقول وربع 19 وربع في المية. في نهاية بقى تاريخ استحقاق الشهادة أصل المبلغ زائد 65% فايدة على العائد السنوي، يعني الفعلي هتاخده 18.17%. ودي حاجة كويسة جدا ان البنك العربي الافريقي بيوضح لك كل حاجه انت هتاخدها من البنك، على عكس البنوك الاخرى اللي هو بيقول لك الفايده قد كذا، وانت بقى انت يعني ايه تستقبلها عندك انت في الاونلاين، تفتح بقى الاونلاين بتاعك تشوف بقى الفايده نزلت على حساباتهم هم، مش حسابات اللي هي جدول الاسترداد زي ما هم عاملين كده. ودي حاجه كويسه في البنك العربي الافريقي. ولو 5 سنوات عندك الخمس سنوات بتاخد 10% طبعا وقصور. وفي الاخر هنا بيقول لك استحقاق في نهايه تاريخ استحقاق الشهاده هتاخد اصل المبلغ زائد 100% فايده على العائد السنوي الفعلي اللي هو كام 14.82 من 100%. ولو هتعمل شهاده 7 سنوات برضو بيدي لك من 10% وكسور، وبيقول لك برضو انت هتاخد اصل المبلغ زائد 150% فايده على العائد السنوي الفعلي اللي هو هيصفي معاك 14%. ولو هتعملها شهاده على 10 سنوات برضو بيدي لك هنا 10%
كسور على الاستحقاق او الفايده الشهريه والربع سنوي والنص سنوي والسنوي، وبيجي لك في الاخر بيقول لك هتاخد اصل المبلغ زائد 250% فايده على العائد السنوي الفعلي، اللي هي بتترجم لكام؟ 13.35%. دي بالنسبه للشهاده الثابته. طيب نيجي ناخد بقى الشهاده المتغيره زائد عائد متغير. يعني ايه عائد متغير؟ يعني النسبه المئويه بتطلع وتنزل على حسب قرار البنك المركزي المصري، وعندك هنا ليها مدتين، مده 3 سنوات والمده الثانيه 5 سنوات، وعندك هنا بتصرف برضه شهري وربع سنوي ونص سنوي وسنوي. لكن في رايي الشخصي انا احب اللي هو العائد الثابت، مش بحب العائد المتغير. لو جينا بقى اتكلمنا على المستندات المطلوبه علشان الشهاده دي، لازم يكون معاك استماره شهاده ادخار ايميلارد بالاضافه الى حساب بنكي علشان ينزل لك فيه العوائد، وكاتب لك هنا تطبق الشروط طبعا العقد اللي بينك وبين البنك العربي الافريقي هو جدول الاسترداد ووثيقه الشهاده. والشهاده رقم 2 معانا وهي الشهاده الايداع اليوميه ومدتها 3 سنوات. الشهاده الثانيه معانا وهي شهاده الايداع اليوميه، والشهاده دي من مميزاتها ان هي مدتها 3 سنوات، والحد الادنى لقيمه الشهاده دي 5000 جنيه وانت طالع، وسعر الفايده متغير على اساس الكوريدور الايداع بتاع بنك المركزي المصري، وبيصرف العائد ده يوميا، ودي حاجه كويسه جدا زي الحساب اللي هو يوم بيوم. والشهاده دي للافراد فقط، ويمكن للعميل الحصول على بطاقه ائتمانيه مضمنه بضمان الشهاده دي، وامكانيه برضه تجديد الشهاده عند رغبه العميل. على فكره الجمله دي بصراحه بتعجبني جدا. ولا يمكن استرداد قيمه الشهاده الا بعد مرور 6 شهور من تاريخ الشهاده. لو شفنا بقى الجدول المبين هنا، الشهاده هنا هي سنويه. السنه هنا السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه نسبه الاسترداد 1.50%، والسنه الثانيه 1%، والسنه الثالثه 0.50%. والله العظيم بيعجبني البنوك اللي بتبقى موضحه كل حاجه كده وانت عارف انت ليك ايه وعليك ايه. والشهاده الرابعه معانا وهي شهاده الرباعيه ذات العائد التراكمي، واللي بتدي لك 100% من العائد اخر المده. لو جينا بقى شفنا الشهاده الرباعيه ذات العائد التراكمي، هنلاقي من مميزات الشهاده الرباعيه زائد العائد التراكمي مدتها 4 سنوات، والحد الادنى لقيمه الشهاده دي 5000 جنيه ومضاعفاتها. اما سعر الفايده هنا هنلاقيها 100%، وبيصرف في اخر المده بفايده تراكميه اللي هي كام؟ اللي هي 18.92%. والشهاده دي للافراد فقط وليست للشركات، وتقدر كمان تحصل على بطاقه ائتمانيه عن طريق الشهاده دي، ولا يسمح بتجديد الشهاده دي. يعني لو انت عايز تجددها لا، هي خلاص بتتعمل مره واحده بس، ولا يمكن استرداد قيمه الشهاده دي قبل مرور 6 شهور من تاريخ الشراء. وعامل لك برضو هنا نسبه الاسترداد في جدول: السنه الاولى 7%، السنه الثانيه 6%، السنه الثالثه 5%، والسنه الرابعه 4%. وهو سايب لك هنا لينك اسفل وصف الفيديو لو انت عاوز تقدم على الشهاده دي. لكن الافضل لو انت اول مره هتعمل شهاده في البنك العربي الافريقي لازم تروح الفرع. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. سلام.